عسلامة البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله باش نطيبوا مع بعضنا خبز طاجين على طريقتي. النوع هذا متاع الخبز يجي شبه شوية للخبز الشباتي، بالحق خبز ياسر بنين وياسر هشوش وطري. باش نتعداو ديريكت للمكونات متاعنا، عندنا زوز كيسين كبار فارينة، عليهم كيس سميد أرطب. الكيسين اللي استعملتهم أنا السعة متاعهم تقريب يهز الواحد فيهم 300 جرام، معناها الكل في الكل عندنا 600 جرام فارينة عليهم 300 جرام سميد أرطب. باش نستحقوا نفس الكيس اللي قصنا به السميد والفارينة ماء وحليب، خلطت لهنا شطر ماء وشطر حليب. تنجموا نتوما تستعملوا حليب صافي والا كيف تستعملوا ماء صافي، اما من المستحسن تخلطوا بين الماء والحليب خاطر ديما الحليب يعطينا اكد تراوه والهشاشه في الخبز. على 900 جرام فارينه وسميد باش نستحق 10 جرامات خميره فوريه، باش نستحق شطر مغرفه متاع ملح، مغرفه كامله سكر، 4 مغارف زيت زيتونه، شطر باكو متاع خميره جاتو، ومغرفه افاح متاع خبز تستعملوا الفاح اللي متوفر عندكم. نحطوا 10 جرامات متاع الخميره في كيس، نزيدوا عليهم مغرفه السكر وشويه ماء دافي، ونحلوا الخميره كلها في وسط الماء هذاك باش تتفاعل معانا. طبيعي في العجينه باش نحطوا الفارينه والسميد، باش نكمل نحط معاهم الاربع مغارف متاع زيت زيتونه باش الزيت اللي حطيته يبسس لي الفارينه والسميد ويجيني الخبز مبسس شويه. اول مرحله بعد ما حطيت الفارينه والسميد خلطت عليه الاربع مغارف متاع الزيت باش نسكر الروبو وندورو على الدوغري الثانيه ونخليه يدور باش الزيت هذاك الكل يدخل لي في وسط المكونات الجافه. الخميره كيما نشوفوا لهنا تفاعلت بالكدا مع السكر والماء الدافي. ماذا بينا الخميره ما نحطولهاش ماء سخون برشا ولا ماء بارد على خاطر هكاك تجيح وتفقد المنفعه نتاعها ويجينا الخبز مش خامر بالكدا. باش نصب تويكا الخميره فوق المكونات الجافه اللي حطيتهم اللي هما الفارينه والسميد، وباش نخلط عليهم شويه من الخليط نتاع الحليب والماء اللي عملته. بالطبيعه الحليب والماء يكونوا دافين باش ما يطيحوناش الخبز نتاعنا. لهنا نخدم الروبو شويه 3-4 ثواني باش تدخل الخميره كلها مع الفارينه. وتوا باش نكمل نحط المكونات الكل الاخرى بالتدريج. لهنا عندي نصف مغرفه متاع الملح باش نحطها، بالطبيعه ديما الملح نبعدوه، نحاولوا ديما نبعدوه على الخميره. كملت حطيت معاها مغرفه الفاح متاع الخبز وصبيت شويه ماء وباش نعاود نخدم من الروبو متاعي ونخليها تتعجن بالكدا. لهنا كيما تشوفوا الروبو كيفاش قاعده العجينه تتعجن. في المرحله هذه البات نتاعي سيء حاضره، العجينه حاضره. كيفاش نعرفوا اللي العجينه نتاعنا تعجنت بالكدا؟ وقت اللي نشوفوا ال البول، وقت اللي نشوفوا البول نتاعنا اللي قاعدين نعجنوا فيها قاعده تنظاف، معناها العجينه قاعده وهي قاعده تدور قاعده تلم في الجناب نتاع البات من الجناب نتاع البول، معناها راهو العجينه نتاعنا سي بون قاعده ماشيه في الطور نتاع انها تعجنت بالكدا. بالطبيعه نحلو عليها ونشوفوها ونشوفوا الاستيسيتي نتاعها باهيه ولا اسكو هكاكا حشتنا والا نزيدوها شويه ونحنا والعجينه نتاعنا. بالطبيعه حطيت في البول نتاعي شويه زيت زيتونه وهبط البات كيما شفتوها باش نحطها تخمر غاديكا اقل شيء باش تقعد تخمر ساعه. حطيت العجينه نتاعي بالكدا، غطيتها بشويه زيت من الفوق وحطيت عليها فيلم اليمونتير، غطيتها بمنجيله. تنجموا تزيدوا تغطيوها بمنجيله واحده اخرى خاطر الطقس بارد برشا، والا تنجموا تحطوها في الفور نتاع الغاز. تحلوا الفور شويه تخليه يسخن شويه بعد تطفيوا عليه وتحطوا البول نتاعكم. اما كي باش تحطوها في الفور مستحسن تحطوها في حاجه باللار والا بيوركس، ما تحطوهاش في حاجه بلاستيك. لهنا البات نتاعي خمرت بالكدا كتشوفوا فيها كيفاش عملت حتى دي بول، معناها تلمو خمرت مليح واخذت وقتها في الخميره. هبطتها وقصيتها سور 8 بيس. 900 جرام اللي عجنتهم معاكم عملوا لي 8 خبزات باهين متوسطين. كملت شكلتهم سو فورم دي بول لهنا وباش نخليهم يرتاحوا دريجين من زمان. بعد ما ارتاحوا شويه تويكا باش ناخذ بالكعبوره وباش نبدا نحل فيها بالقلقال.
نحلها على الجوانب الكل باش تجيني مدوره ومستويه. ما نعمل ضربه بالقلقال، نقلبها ونعاود نعمل ضربه واحده اخرى بالقلقال. ما نقعدش نحل فيها في جنب واحد هكاك تخولي فورمه مستطيله والا تخولي فورمه معوجه. لاني كملت حليتهم الخبزات الكل، حطيتهم على طبق فرشت فوقه منجيله، حطيت فوقهم شويه فرينه باش ما تلصقليش، وطويكا باش نبدا نطيب فيهم بالكعبه. حطيت القليه، انا القليه هذه عملتها بالذمه نطيب عليها الخبز. حطيتها فوق الغاز، النار متوسطه. كل خبزه نحطها نقبها شويه بالفرشيطه باش ما تتنفخليش، ونقعد نطيب فيها على الجوانب الزوز. كل مرة نطيبها 5 دقايق على جنب. بالنسبة للاستيوس متاع اليوم البنات، عندنا 2 ولا 3 استيوسات باش نشوفوها مع بعضنا. الخبز باش ما يجيش يابس لازمنا ما نخليوش يطيب على جنب واحد على طول. دوب ما نحسوه بدا من فوق يشيح شويه والا يخرج هكا في دبول صغيرين فقاعات معناها صغار، نقلبوا ديريكت الخبزه على وجهها الاخر، ونقعدوا كل مره نقلبوا الخبزه على وجهها، ما نخليوهاش تطيب على وجه واحد. خاطر القشره البرانيه نتاعها تغلاظ، وكي باش نقلبوها على وجهها ما باش تجينا يابسه، مش باش تجينا طريه. الاستيوس الثانيه بالنسبه للعجينه، ماذا بينا ديما العجينه متاع الخبز تبدا مرخوفه شويه. كل وين العجينه تكون مرخوفه كل وين الخبز يجي طري وهشوش من داخل. كيف تعملوا العجينه يابسه وكاسحه الخبز يجي ملبت وما يجيش باهي. والاستيوس الاخرانيه هي الراحه ثم الراحه ثم الراحه للخبز. قد ما يرتاح الخبز في كل ايتاب تعودوا تعجنوه ولا تعودوا تشكلوه، لازمكم تخليوه يرتاح. ولهنا البنات نكون وصلنا للنهايه متاع الفيديو متاعنا اليوم. ان شاء الله الفيديو اعجبكم وان شاء الله نال الاستحسان متاعكم. كان فما استفسار والا حاجه ما فهمتوهاش تخليوها لي في الكومنتات اللوطه. كان فما حاجه تحبوني نطيبها ونجربها معاكم قولوا لي عليها وانا نطيبها لكم ونهبطها لكم في فيديوهات. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبكم عايشكم. ما تنسيوش تحطوا لي جيم وتعملوا سبسكرايب للقناه باش يوصلكم اي حاجه نهبطها جديده. عايشكم البنات وبسلامه.